بتحصل معانا كتير. تضرب الصرصار خبطة جامدة بالشبشب، تلف وشك تجيب منديل عشان تشيله، ترجع تلاقيه فص ملح وداب ولا كأن في حاجة حصلت. يا ترى إيه السر؟ وفين السوبر باور اللي بتخليه يهرب من الموت في آخر لحظة؟ جاهز لفك الشفرة؟ يلا بينا. البطل بتاعنا النهاردة هو الصرصور الأمريكي، بس المفاجأة إنه مش أمريكي أصلاً. موطنه الأصلي هو أفريقيا، ومن هناك استخبى بذكاء في سفن التجارة القديمة وسافر لأمريكا، ومنها لف قارات العالم كلها وعمل إمبراطورية انتشار ملهاش مثيل. الصرصار بيمتلك سرعة رد فعل بتنافس الأبطال الخارقين، بياخد قرار الجري في 8.2 ملي ثانية بس. سرعته الفعلية بتوصل ل 5.4 كيلو متر في الساعة. تخيل لو الإنسان بيجري بنفس كفاءته بالنسبة لحجمه، سرعة الإنسان هتوصل ل 330 كيلو متر في الساعة، يعني أسرع من عربية سبق. عشان كده على ما تفكر ترفع الشبشب بيكون هو في بلد تانية. ده غير إن عنده هيكل مرن جدا بيمتص الصدمات، وبيستحمل أوزان بتوصل ل 900 ضعف وزنه. جسمه المبطط والمسطح بيوزع أي حمل أو ضرب عليه بالتساوي، يعني لو ضربتك بالشبشب ما كانتش قوية كفاية جسمه هيمتص الخبطة، وأول ما ترفع إيدك هيقولك سلام عليكم ويفلق. ولو فاكر إنك لو قطعت رجله أو جناحه خلاص كده قضيت عليه، تبقى غلطان. الصرصار عنده قدرة زي شخصية وولفرين على التجديد، بيستخبى في مكان آمن ويدخل في مرحلة انسلاخ، يسيب فيها قشرته القديمة ويبني أطراف وجناحات جديدة لنج، ويرجع يمارس حياته عادي جدا. طيب إيه رأيك إنه يقدر يعيش من غير راس؟ وعادي جدا. الصرصار ما بيتنفسش من بقه، ده بيتنفس من ثقوب جانبية في جسمه اسمها سبيريكلز، بتوصل الأكسجين للأنسجة مباشرة. وبما إن دورته الدموية مفتوحة، فلو راسه اتقطعت الجرح بيتجلط فوراً من غير نزيف. مشكلته الوحيدة إنه مش هيعرف ياكل، فهيموت من الجوع بعد أسابيع. وعلى سيرة الأكل، الكائن ده بياكل الأخضر واليابس، يقدر يعيش شهر كامل من غير أكل وأسبوع من غير مية. ولو حبسته بيشغل دماغه ويتغذى على الخشب، الورق، القماش، الكراتين وحتى الطوب، بفضل ترسانة إنزيمات هاضمة جبارة بتهضم أي مادة في الكون. فاكر إنك لما بتنزله في التواليت وتدوس السيفون إنك كده غرقته؟ يؤسفني أقولك إنه عايم ومبسوط. الصرصار بيقدر يكتم نفسه تحت المية لأكتر من 20 دقيقة، وبعض الأنواع بتاخد فقاعة هوا معاها وتنزل تغطس ساعة كاملة تحت المية. ده غير إنه بيمتلك رادار حساس للمبيدات الحشرية، عنده أكتر من 150 مستقبل شمي وأكتر من 500 مستقبل تذوق. بمجرد ما ترش مبيد في الجو، الشعيرات الحسية بتلقط الخطر في جزء من الثانية وبيهرب فوراً قبل ما يتخنق. ولو شمه، الكيمياء لعبته، جهازه المناعي بيقهر السموم والأمراض، بيهرب تكتيكياً لحد ما أثر المبيد يقل، وبيرجع وعنده مناعة جزئية منه. ولو اتعرض له تاني بيفرز إنزيمات تبطل مفعوله تماماً. الصراصير بتقاوم 43 مادة كيميائية مختلفة، وبتحمي نفسها من بكتيريا قاتلة لينا زي السالمونيلا والتيفود. إحنا قدام مخلوق عنيد عاش قبل 320 مليون سنة، عاصر الديناصورات وعاش معاها. ولما النيزك الشهير ضرب الأرض وموت الديناصورات كلها، الصراصير نجت منه وكملت حياتها عادي جدا. حتى القنابل الذرية والإشعاع النووي بيقدر يستحمله، بيتحمل إشعاع بيوصل ل100 ألف وحدة رادون، يعني 100 ضعف اللي يستحمله الإنسان الطبيعي. بعد التفجيرات النووية، الصراصير هي الكائن الوحيد اللي بيطلع من تحت الأنقاض ويمشي على المباني المدمرة. تعالوا نلخص خلطة البقاء السرية للصرصار: السرعة والرشاقة، هروب في لمح البصر; الدرع المرن، هيكل بيمتص الصدمات; التشريح العبقري، تنفس جانبي وحياة بلا رأس; الهضم الخارق، تحويل أي مادة الغذاء; المناعة الذكية، تطور جيني ضد السموم; التحمل الفائق، النجاة من الغرق والإشعاع والكوارث. ورغم إننا بنكرهه، لكن الكائن ده بيعلمنا دروس غالية جدا لحياتنا. المرونة هي سر البقاء. المرونة في التعامل مع صدمات الحياة أحسن بكتير من الصلابة اللي ممكن تتكسر. التكيف مع الظروف، الناجح هو اللي بيعرف يطوع نفسه مع المتغيرات حواليه مهما كانت صعبة. التطوير المستمر، زي ما هو بيبني مناعة ضد السموم، لازم دايما تطور مهاراتك عشان تواجه تحديات المستقبل.
العالم مليان أسرار، وإحنا هنا عشان نكتشفها سوا. لو عجبكم الفيديو وعايزين إجابات مدهشة لأسئلة محيرة، ما تنسوش تتابعوا صفحتنا نور ساينس AI عشان يوصلكم كل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشوفكم في الرحلة الجاية.